هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. جايالكم النهاردة باختراع حاجة هتخلي وشك زي اللمبة، زي ما انتوا شايفين كده. انا مش حاطة غير روج، مفيش فلتر، مفيش اي حاجة، وبصوا الوش منور وجميل ازاي. يا ترى ايه السر؟ عملتلكوا غسول في البيت، انما ايه، غسول 100. تعالوا اوريكم بيتعمل ازاي بمكون واحد بس، موجود عند اي عطار، رخيص وخطير، نينجا في نفسه. وبصي الغسول اصلا مش هيكلفك اكتر من 5 جنيه، حاجة كده خيال، وهيخلي وشك بينور ويشيل كل اثر الحبوب والدهون. حلو قوي للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، هيخلي بشرتك زي البيبي، زي شايفين بشرتي بتلمع. المكون هو ورق السدر. عارفين ورق السدر؟ شبه ورق اللورة شوية، ومشهور قوي في دول الخليج. هتروحي عند اي عطار وتقولي له اديني ب10 جنيه او ب5 جنيه ورق سدر مطحون، او يديهولك ورق وانت تطحنيه عندك في الكبة. ورق السدر ده بقى يا ست الكل حاجة كده وهم للشعر والبشرة. النهاردة احنا هنعمل بيه غسول للبشرة يقعد عندك، وما تروحيش تجيبي بقى الغسول اللي ب1000 واللي ب2000 ده. صدقوني احسن منهم مليون مرة. يلا بينا نحضر الغسول في دقيقتين. هنجيب معلقتين من ورق السدر المطحون، وتأكدي ان هو عضوي واصلي، جيبيه من عند عطار نضيف، ما تسترخصيش. وبعد كده هجيب كوباية مية بس، وهحطهم في برطمان واقفل عليهم، ومش هعمل حاجة غير ان انا ارجهم. ورق السدر بقى ده هيخليلك وشك كده بيلمع بينور، صدقيني هيقفلك المسام، هيشيلك البثور اللي تحت الجلد، هيشيلك اثر الحبوب، الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. عارفة، هيدي نضارة لبشرتك وترطيب. خيال خيال خيال. هتحطيه على بشرتك كده، هو بيديكي كده رغوة وملمس الغسول بالظبط. صدقوني رائع، مش ممكن. انا اول مرة في حياتي اعمل حاجة في البيت بديلة للحاجات الغالية، غير سيرم الهيالورونيك اللي عملته قبل كده يعني. بديل الغسول الغالي بحاجة كده زي كده بسيطة وطبيعية، واكتشف ان هي احلى واجمد من الغسول اللي انا بشتريه ب1000 و2000 جنيه. صدقوني انسوا بقى الغسول بتاع سيرافي ولاروش ولوريال والحاجات دي كلها. انا هنا هفرده على وشي، وانا بحطه كده وبرغيه على وشي، انا حاسه قوي ان انا برغي غسول زي اي غسول انا بستخدمه لبشرتي. هتلاقي بشرتك بعديه بتزيق كده من النظافه، بتلمع كده البشره بتاعتك. انا نضفت، هاتي كده قطنه ومشيها على بشرتك، هتلاقي كده القطنه زي الفل. بالراحه كده بقى على بشرتك، لان ده يعتبر غسول ومقشر في خطوه واحده. هنشيل بيه كل الجلد الميت، وهنقفل بيه المسام على نضيف، وكمان هنشيل بيه اثر الحبوب والدهون الزياده اللي مغرقه بشرتك. فانت بتعملي خطوتين في خطوه واحده يا ست الكل. بتشيلي التراب والاتربه، وبتعملي سكراب لبشرتك، وفي نفس الوقت انت بتغسلي البشره وبتنضفيها تنظيف كده بعمق. اقري كده على فوائد ورق السدر لبشرتك هتنبهري. بصوا انا مبسوطه بيه قوي يعني، وانا بعمله انا حاسه ان بشرتي مبسوطه بتشكرني. هنا بعد ما غسلته، زي ما عودتكم في كل فيديو، ان انا مش بنشف وشي، مش بنشفه بفوطه، انا بنشفه بمنديل وبالطبطبه، علشان ما خليش فيه تجاعيد او خطوط رفيعه مع الوقت. الخطوه دي لو طبقتيها في روتينك هتفرق جدا جدا في شكل التجاعيد اللي في بشرتك. بالراحه كده بالطبطبه. وبعد كده هستخدم وراه على طول ميه ورد ساقع، حطاها في التلاجة. انا بحطها في التلاجة عشان تعملي 2 في 1، ترطب لي بشرتي وفي نفس الوقت تقفلي المسام، زي التونر كده، قبل على طول المرطب. وهنا حطيت المرطب وحاسه بالنتيجه الخطيره. بشرتي بتقولي شكرا 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 على اللي انت عملتهولي. ازاي بشرتي بتلمع. ده لازم يا بنات يبقى جزء من روتين قبل العيد على طول، حاجة كده تجهزي بيها بشرتك كل يوم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستناكم في فيديو جديد. باي باي.